السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. والمباراة الحارقة التي تجمع في عصبة الأبطال الإفريقية ما بين فريق الوداد البيضاوي وفريق ميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، مباراة قوية، مباراة لا تحتمل القسم على اثنين. أظن على أن فريق الوداد لو أراد المرور إلى النهائي يجب التغلب هنا في مدينة الدار البيضاء بهدفين أو 3 أهداف لصفر. غير ذلك أظن على أن لو قدر الله وكانت نتيجة ربما التعادل أو الفوز بهدف لصفر، أظن على أن ستكون مباراة حارقة وقوية في جنوب إفريقيا في الإياب. لهذا نتمنى من فريق الوداد البيضاء أن يحسم الأمر من البداية هنا في مدينة الدار البيضاء والفوز بهدفين أو 3 أهداف لصفر لكي يجري مباراة الإياب بأريحية وبقليل من الضغط. أظن على أن الفريق الجنوب إفريقي فريق ممتاز، فريق رائع جدا. مبارياته الأخيرة انتصر على الأهلي المصري ذهابا وإيابا، انتصر على الفريق الجزائري ب4 أهداف في عقر الدار، واكتسح الأهلي المصري بخماسية. أظن على أن لديه تركيبة بشرية رائعة ولديه قوة هجومية خطيرة جدا. إذا تركت له المساحات بإمكانه أن يعاقبك في أي لحظة. أظن على أن فريق الوداد البيضاوي ربما إن استغل الفرص التي تتاح له في المباراة، وإن أقفل اللعب في خط مرماه لكي لا يشكل الخصم عليه خطورة على مرمى فريق الوداد البيضاوي، وأخرج المباراة بهدفين لصفر أو 3 أهداف لصفر، بإمكان فريق الوداد المرور إلى النهائي. أما لا قدر الله عكس ذلك وانتهت المباراة بالتعادل أو الفوز بهدف لصفر، أظن على أن سان داونز سيكون لديه حظوظ أوفر للمرور إلى النهائي، لأنه فريق ربما الكل يرشحه حتى للفوز بعصبة الأبطال الإفريقية منذ دور المجموعات، لأنه فريق مهاب الجانب، لديه تركيبة بشرية غنية جدا، لاعبين يمتازون بالسرعة، ومدرب شاب محنك، مدرب لديه ربما كثير من الفلسفة التكتيكية في الفريق وفي خطط اللعب. أظن على أنه بإمكانه خلق كثير من المشاكل لفريق الوداد إن لم يعرف كيف يستغل فريق الوداد البيضاوي الفرص التي ستتاح له هنا في مدينة الدار البيضاء، فلا محالة سيدفع الثمن غاليا والخروج من عصبة الأبطال الإفريقية. أما إن استغل الفرص التي تتاح له وقام بخنق الفريق الجنوب إفريقي في مربع عملياته أو في نصف ملعبه، بإمكان فريق الوداد البيضاوي إذا كان اللاعبون مركزون جيدا ولا يتركون مساحات للخصم وحارسه في يومه، أظن على أن بإمكان فريق الوداد تجاوز سان داونز. ولكن النتيجة يجب تجاوز هذا الفريق بنتيجة عريضة 3 أهداف لصفر أو هدفين، والقيام بمباراة قتالية في جنوب إفريقيا. حين ذاك يمكنك المرور إلى النهائي. أما عكس ذلك فأظن على أن جميع المحاولات التي بإمكان فريق الجنوب إفريقي القيام بها هنا في مدينة الدار البيضاء سيقوم بأضعاف أضعافها في جنوب إفريقيا. لديه ربما خط هجوم سريع جدا، إن تركت لهم المساحات فبإمكانهم أن يعاقبوا أي خصم على الفور. لا ترتكب أخطاء، لا تترك مساحات، وتستغل فرص، بإمكانك النجاة أمام هذا الفريق. عكس ذلك فأظن على أن الكل يرشح سان داونز ليس للمرور إلى النهائي بل للفوز بهذه عصبة الأبطال الإفريقية، لأنه لديه فريق رائع جدا وممتاز. مبارياتهم الأربعة الأخيرة، فوزهم على الأهلي المصري ذهابا وإيابا، فوزهم على الفريق الجزائري ذهابا وإيابا، ليست محض الصدفة بل العكس على ذلك، قدموا مباريات كبيرة، ولديهم تركيبة بشرية غنية جدا ولاعبين ممتازين بطاقم تقني شاب ويعرف ماذا يفعل في المباريات ويعرف كيف يجاري المباراة. أظن على أن ستكون الأمور صعبة على فريق الوداد إن لم يستغل الفرص التي تتاح له هنا في مدينة الدار البيضاء. نتمنى التوفيق لفريق الوداد البيضاوي، وإن شاء الله أن يفوز ب3 أهداف لصفر لكي يجري مباراة الإياب بأريحية. كل التوفيق لفريق الوداد، ونتمنى له المرور إلى النهائي وفوزه بعصبة الأبطال لهذا الموسم، وحد موفق لفريق الوداد إن شاء الله.